السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم وصفتنا وصفة شهية. بتقدري تعمليها في أي وقت، ما بتاخد معك مجهود وسريعة التحضير. اللي هي فتة البتنجان. تعالوا نشوف كيف الطريقة، وإذا عجبك الفيديو لا تبخلي علي باللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا. طبعا أول إشي عندي هنا حبتين بتنجان، هقشرهم بهذا الشكل. بحب أخلي جزء من القشر بالبتنجان. بعد ما أخلص التقشير هقطع البتنجان لمكعبات. طبعا هتكون حجم المكعبات وسط. طبعا هاي الوصفة أنا ما بعمل فيها لحمة مفرومة. فيك انتي تحطي لحمة مفرومة، بس أنا بفضلها بدون لحمة. احنا قطعناها بهذا الشكل وبهذا السمك. هيك جهز معانا البتنجان، هنرش عليه رشة ملح ونخليه حوالي 10 دقايق. عندي هنا خبز شامي، بفتحهم بالمقص لحتى أحررهم من بعض. بعد هيك هنقصهم بالطول لحتى نقصهم مكعبات. بدنا هاي المكعبات نفس هاي الحجم. بعد هيك هنقليهم بالزيت. احنا عنا هون زيت نباتي، ولازم يكون الزيت سخن لحتى الخبز ما يشرب زيت. هيك بدنا اياه التحمير هذا، اللون الذهبي. بعد هيك هنقلي البتنجان. وكمان بدنا اياه اللون الذهبي الحلو. هون عندي بصل مقطعة قطع صغيرة، حطيتها بالزيت وبدي احاول اشوحها. هون ضفت معلقة صغيرة من الثوم المهروس. وعندي هون كمان حبتين بندورة مقشرين ومقطعين قطع صغيرة. هون لازم التسبيكة لازم تستوي كويس. ضفنا معلقة صغيرة من الملح
ومعلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسود. بعد ما استوت معنا تسبيكة البندورة هضيف نص كمية البتنجان المقلي. أنا بحب أضيف النص التاني بصحن التقديم. هون هنحرك الخلطة مع بعض، وهنا كمان بضيف شوية بقدونس مفرومين. هيك جهزت معي التسبيكة. هنشيلها عن النار ونجهز الصوص. هون عندي أنا لبن زبادي، حطيت عليها تقريبا 3 معالق كبار من الطحينية، وهون عندي رشة ملح، وعندي هنا عصير ليمون، وعندي هنا معلقتين كبار من الثوم المهروس. هنخلطه مع بعض كويس حتى يتجانس مع بعض. هنا هنجهز طبق التقديم. أول إشي بنحط الخبز المحمص، بعدين أنا هنا بحط شوية عصير ليمون، وهنا نحط تسبيكة البندورة والبتنجان فوق الخبز، ونحاول كمان نوزع على كل الخبز. وهنا هنضيف باقي البتنجان المقلي. وهذا الطبقة الأخيرة اللي هو الصوص اللبن. وهون بنوزعه بالتساوي. وأخيرا بنزينه بالخبز المحمص والبقدونس واللوز المحمص. وإن شاء الله صحتين وعافية. إذا عجبك الفيديو لا تبخلي علي باللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.